سلام البنات، ولا صباح الخير ولا مساء الخير حسب المكان اللي راكم فيه. المهم جيتكم اليوم بوصفة بغرير كما طلبتوا، وصفة منقولة. خيرت لكم وصفة مليحة منقولة وأنا نعتمدها صراحة، يعني هي وصفة تهبل. وشوفوا البغرير ولا الغريف كيفاه زيها، حاجة روعة يعني ما شاء الله، طرية وأو طون تكون تجي طايبة. تحبي تسقيها بالعسل ولا بالسكر والزبدة، ولا كاين حتى الناس المرضى يديروها بزيت زيتونة. المهم تبعوا معايا خطوات الوصفة، يعني شوفوا تجي هايلة هايلة، تجي روعة البنات. راح نحط لكم هذه الوصفة ونزيد مع الوقت وصفات كل مرة وصفة خلاف. المهم تبعوا المكونات حبيباتي، وقبل ما تبدو حطوا لايك للفيديو باه ينتشر الفيديو أقصى يعني درجة انتشار. وشكرا لصاحبة الوصفة لأنها وصفة صح رائعة. هنا نتبعوا المكونات وتبعوهم كما راكم تشوف. قبل ما نبدو بالمكونات نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام البنات. نبدو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله لعلها تكون صدقة جارية. نبدو بذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تعملي، هنا عندنا الماء يكون ملذلذ يعني اوتياد، ما يكونش ساخن وما يكونش بارد، لازم يكون متوسط. مع الخميرة ملعقة خميرة تاع اكل، نخلطه مليح، لازم يكون الماء دافئ باه تتفاعل معاه الخميرة. ونحركه مليح مليح كي تتخلط الخميرة وتدخل في الماء مليح. نضيفوا لها السميد. السميد لازم يكون رقيق مليح. هنا عنا نضيفو زوز كيسان سميد. وبعد نضيفو كاس فرينة. عنا 4 كؤوس ماء بزوز كيسان سميد وكاس فرينة. نضيفو السكر ونضيفو قليل من الملح باه تجينا معتدلة يعني العجينة. ونضيفه في الأخير ليفور، خميرة الحلويات، كيس صغير خميرة الحلويات ولا ليفور. نحركوا المكونات مليح 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 في بعضهم حتى يصبح الخليط متجانس. تبقي تحركي إلى أن يتجانس الخليط كامل مع بعضه. حركي كي تجانس الخليط، بعد حطيه يرتاح. تخلي هذاك الخليط يرتاح، لأنه يرتاح مدة 10 دقائق، يعني ما تخليشه يرتاح من 10 دقائق إلى ربع ساعة فقط. برك من 10 دقائق ربع ساعة. بعد ما يرتاح هذاك 10 دقائق ربع ساعة، تزيدي تجبديه تحركيه، تعاودي تحركيه مليح يكون قوامه ثقل. بعد تحضريه به تبدي طيبيه. ويا البنات وش نقولكم، وصفة رائعة يعني تخرج لكم الكعبة روعة روعة روعة. ديروا الوصفة، جربوها وادعوا لي. ولي تجربها تبعث لي الصور في الانستغرام عندي، وانا نضيفكم في الانستغرام. هنا اللي عندها براء تخلط بالبراء، اللي ما عندهاش براء تدير في البلندر ويعني الميكسر، ولا في الاخر لاشوار عادي، حتى في لاشوار نورمال به الخليط يرطب ليكم احسن ويجي روعه. يا ديري اللي عندها متوفر في البيت هذيك اليدوي، البراءة ميكسي، يعني الخلاط اليدوي، والا الميكسر العادي اللي نديرو فيه الجو، والا لاشوار اللي نرحو فيها البصل والثوم في الدار. المهم الحاجة المتوفرة عندك، وتخلاها كيف كيف ترتاح. هنا ترتاح شوي وبعد طيبي، ترتاح حوالي 10 دقائق يعني روعة. بعد تخرج بنتيجة رائعة. شوفوا البنات بعد ما نفتحوا عليها بعد 10 أو 15 دقيقة، شوفوا القوام كيف يكون رائع. هذا القوام خلاص. هنا
راهي واجدة ان نطيبه. تسخني المقلاة تاعك ولا اللي تكون هي اصلا مخصصة للغرايف ولا البغرية، تسخناها وتخلي وتحطي الكعبة تطيب. شوفوا يعني تحطها طول تبدأ في تتثقب. شوفوا ما شاء الله ربي يبارك، روعة روعة رائعة النتيجة. شوف، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله روعة. تكملي بهذه الطريقة الكمية كاملة اللي عندك، وبعد من الأحسن انك تحطها فوق حاجة هكا مثقوبة به ما تتعرقش وما تدارش. إلا مش راح تقدمها سخونة، تحطها بالطريقة هذه. وشهية طيبة للجميع، وإن شاء الله حبيباتي تدعموني يعجبكم الوصفات اللي راني نحط لكم فيهم. وشكرا على كل دعم وعلى كل كومنتار مليح وعلى كل واحدة بعثت لي ميساج مليح. شكرا 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 شكرا. وإن شاء الله الوصفة الجاية راح نحط لكم وصفة مليحة ياسر تعجبكم. إلى اللقاء حبيباتي. شهية طيبة ليكم، وإن شاء الله تعملوا الوصفات وينجحوا لكم وتدعوا لي دعوة خير. شكرا، إلى اللقاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ويا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.